السلام عليكم، ازيكم يا متابعين الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وبسعادة دايما يا رب. وده يا رب دايما يديم لمتكم وجمعتكم يا رب. احنا النهاردة عند اختي الكبيرة، يا رب يحفظها ويخليها ليا. يوم كده انا حبيت اوريكم الاجواء النهاردة احنا بنعمل ايه لما بنتجمع احنا والاولاد بمناسبة بقى الصيف والاجازة. ويا رب يجمعنا يا رب دايما. احنا طلعنا اهو على السطح في الهوا كده عشان نعرف نشوي كده، لانه طبعا انتوا عارفين الشوي بيحب الانطلاق. ف قلنا نشوي النهارده على السطح بمناسبة جمعتنا ولمتنا. واي حاجة بتتشوي كنا بنشويها بصراحة. النهارده حبيت اوريكم، على فكرة ده مش فحم، ده خشب. احنا جوز اختي بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يا رب يحميه ويحفظه. بيشوي بالخشب اللي انتوا شايفينه قايد ده. خشب مش فحم. ازاي يا اسماء؟ مش عارفه، انا بعد كده هبقى اصوره واخليه يوريكم ازاي بيولع الخشب. نظرا ان اسعار الفحم غليت جدا، فاحنا حبينا ايه نوريكم ان احنا واحنا بنشوي على ده هو بيوريكوا ازاي بتحطوا على الشبكة بطريقة معينة. طبعا انا كنت بحط كده بطريقة عشوائية وبشوي اي حاجة. لا هو علمني بيقولي لا لازم ليها رصة معينة زي ما انتوا شايفين كده. الفراخ كمان بتتقطع بطريقة معينة. كمان بيعرفني ان ما ينفعش اشوي واحط الحاجة في النص. لا بصوا بصوا طريقة ايده، بصوا الحطة. يعني هو بسم الله ما شاء الله عليه استاذ استاذ في الشوي بصراحة. ما بنتجمعش لما نقول له احنا عايزين يا ابو يوسف تشوينا. بصراحة ليه نفس، ربنا يبارك له يا رب. فطبعا هو بيوريني ازاي اهوي، بيوريكوا ازاي تشوى. ما عندكوش فحم عندكوا خشب تمام. هو بصوا بيعمل ايه، حتى بصوا طريقته. بيهدي النار كده علشان خاطر الخشب يهدى ويعرف يشوي، ما يبقاش فيه شوائب تلزق في الشواية وهو حاطط الفراخ او اللحمة او ايا كان. طبعا انا بعتذر على المنظر بتاع السلم، بس انتوا عارفين بقى السطح بيبقى العيال بتلعب والدنيا مبهدله وكده. فهو انا بساله طب وطريقه يعني افضل حاطه بالطريقه دي كده؟ اه قال لي تفضلي حاطه كده لحد ما تلاقي وشها ابتدى يحمر تنقليها على الناحيه التانية. وفي طريقه كان يعني انتوا كمان هتتابعوا معايا في الفيديو حبايب قلبي، وهو بيقلبها بطريقة معينة. طبعا انتوا كلكم اساتذه في الشوي بسم الله ما شاء الله عليكم، وانا مش بعدل بس ممكن اهو في معلومه كده تفيدكم، او انتوا لو انتوا عندكم معلومات تاني تفيدني قولوا، ادينا بنتعلم. بس انا حبيت اوريكم يوم حلو كده جميل مع العيله، يا رب يجمعكم دايما ويجمعنا وما يفرقناش ابدا يا رب. بصوا حتى هو ابتدى الوش التاني يحمر. حتى هو برضو بيقول لي ما تهوش من مكان واحد، لا ايدك لازم تلف كده في الهواية، تهوي من هنا ومن هنا ومن هنا علشان خاطر الفراخ كلها تستوي في وقت واحد. اتاري احنا بنشوي كده على الله حكايتنا، يعني احنا بنشوي اي حاجة. احنا كنا يعني انا خبرته هو طلعت ان انا ما بعرفش اشوي خالص. يعني انا طلعت ان انا صفر كده على الشمال في الشوي. زي ما انتوا شايفين هو ابتدى بالفراخ وبعد كده هيشوي اللحمة. حتى هو عمال يقول لي التتبيلة ليها طريقة. هو عمال يقول لي دي التتبيلة المصرية اللي احنا متعودين عليها، انا نزلتها قبل كده. قال لي في التتبيلة اللبنانية هعملها معاكم، وهنزلها لكم الطريقة اللبنانية. هو كمان كان عمال يقول لي ان ما ينفعش تشوي ويعني زي ما انتوا شايفين الفراخ اهي استوت، دخلنا على اللحمه. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا يا متابعين الحلوين، احنا حطينا الفراخ. وبصوا انا عايزه اقول لكم ان اتضح ان شوي الخشب بيسرع عن الفحم، مش عارفه ازاي، بس احنا لما بنشوي بالفحم بناخد وقت في التسويه اذا كانت الفراخ او اللحمه، انا عشان بشوي بالفحم. انما هو بيشوي هنا بالخشب ما اخدش ثواني. فسبحان الله يعني، او هو نفسه مش عارفه، سبحان الله يعني. انا عايزه اقول لكم ان الكميه ما اخدتش معاه ساعتين، سبحان الله. انما احنا لما بشوي انا بالفحم بقعد ساعات وعيني بتدمع وبتبقى حاله بصراحه. ان الشوي فعلا مش اي حد يشوي، لازم يكون حد متقن وبيشوي كتير، يعني بيشوي كذا مره بقاله، يعني مش عارفه بقى. زي ما انتوا شايفين اللحمه هي معايا ابتدت تستوي، وهنا خلاص اهي ما خدتش بقولكوا ثواني، واللحمه استوت معانا وبتتقطع وما تقولوش نيه لا خالص. بصوا شكلها رهيب ازاي، جميله بسم الله ما شاء الله. ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه لاولاده.
انا عايزه اقول لكم النهارده اليوم ده كان يوم مش عادي. شوينا ساعتها ذره. استغلينا بقى الموقف، شوينا ذره. ومع بعد ما شوينا اللحمه والفراخ شوينا الذره. عايزه اقول لكم عشنا يوم جميل، من اجمل يوم في حياتنا بصراحه. احنا لما بنتجمع يا رب يديم لمه العيله والتجمعات يا رب، وما يحرمهم من بعض ابدا. والناس كلها يا رب دايما تتجمع على خير يا رب، ويبعد عنا المنافقين والناس اللي بتتكلم في حق الناس، ربنا يبعدهم عننا يا رب. زي ما انتوا شايفين كده، احنا اليوم ده كان اجمل يوم في حياتي. انا واولادي بصراحة ما كناش عايزين نروح. لمة العيلة والتجمعات يعني حاجة جميلة. بصوا هنا احنا بنحط اللحمة استوت خلاص اهي، وال بننزلها اهو في الحلة. دايما يبقى معاكم بقى حاجة ايه، ألمونيا، تفضل ان هي تبقى ألمونيا او صاج او اي حاجه يعني، بس حاجه تحتفظ بدرجه الحراره عشان الكميه طبعا لما تخلصوها ما يبقاش اللي انتوا عملتوه اللي هو برد. بصوا حط قطعه اللحمه والفراخ، بصوا الحاجه مستويه بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا احنا نزلنا، كانت ام يوسف بصراحه كملت لنا بقى الترابيزه، عملت لنا صينيه بطاطس، عملت لنا سلطه ورز. طبعا بصوا اللحمه بتتقطع ازاي، انا حبيت اوريكم بس اللحمه وهي بتتقطع والفراخ الحاجه مستويه. بصوا ما فيهاش دم خالص ولا اي حاجه، لا الحاجه مستويه وجميله بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا رب يديم لمتنا يا رب، ويديم لمتكم ويلمة أمة محمد، اللهم امين يا رب. وانا حبيت بس اوريكم اليوم اللي احنا بنتجمع فيه، واقول لكم بس احنا عملنا ايه. عملت احلى صينيه بطاطس. تسلم ايدك يا ام يوسف، يا رب يخليكي ليا وما يحرمني منك ابدا. ده اختي الكبيره. على فكره انا بالنسبه لهم الصغيره، يعني انا بالنسبه للعدد بتاع اخواتي اصغر بنوته. زي ما انتوا شايفين السلطه، والسلطه اهي زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. طبعا احنا المفروض نعمل رز بس وسلطه، بس احنا عشان الفريق بتاعنا لازم حاجه تسند الاكل. يا رب يديمكم ليا متابعين يا رب، ويزيدكم ربنا يا رب، ما ينقصكم دايما، ويا رب دايما في زياده المتابعين والمشتركين. وحبايب قلبي يستاهل الف لايك، والسلام عليكم.